بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله نعمل النهارده كفتة الفراخ. طريقة سهلة وبسيطة. اللهم بارك، ما شاء الله. من صدر فرخة طلعت الكمية دي، طلعت ما شاء الله كفتة طرية وشوز. تعالوا بقى نشوف هنعملها ازاي وطريقتها ايه. ما شاء الله، اللهم بارك. معايا هنا بصلاية كبيرة ومعاها فصين توم، هفرمهم في الكبة لحد ما ينعموا قوي، وهنزل عليهم كمان بقرنين فلفل رومي، وهنزل معاهم بحبة ملح كده، معلقة صغيرة ملح، بحيث تساعد على الفرم. خلصت كده هصفيهم بقى. انا مش عايزة مية البصل، عايزة بس التفل بتاعه، لان المية مش عايزاها تبقى طرية قوي. هصفيها من ميته كده، وبعد كده هنشوف هنعمل ايه. نزل ميته كده حلو، وهركنهم بقى على جنب كده. خلاص كده. هنا معايا صدرين من الفراخ، هقطعهم مكعبات بس عشان يلفوا بس في الكبة. افرمهم بقى حلو كده في الكبة وهظبطهم. شيل بس اي زيادات كده ملهاش لازمة واحطهم، ولو عندك حتة دهن ممكن تحطيها معاها، بس انا ما حطيتش. انا استكفيت بس بالفراخ وخلاص. هقطعهم، هم حوالي يعني نص كيلو من صدور الفراخ. افرمها بقى في الكبة كده فرمة حلوة لحد ما تنعم خالص. اهم حاجة تبقى ناعمة كده معاكي. خلاص كده، هي كده تمام. هنزل عليها بقى بالخلطة اللي عملتها. البصل صفيته، هنزل بقى بيه على الفراخ، وهشيل ميته. هنشوف هنعمل ايه بعد كده بالمية. هنزل بقى بالتوابل بتاعتها. هنحط 3 معالق من البقسماط الناعم، ومعلقة صغيرة من البيكنج باودر، ومعلقة بهارات فراخ، ومعلقة كركم، ومعلقة بابريكا. كركم بس عشان اللون والطعم برضو، والبابريكا ما يبقاش لونها بهتان. وهنزل بفلفل اسمر، واللهم صل على النبي، ومعلقة صغيرة برضو من الملح تاني، بس يعني تكون صغيرة، وكمون. وهشتغل بقى تاني في الكبة، هطحنهم كلهم مع بعض لحد بس كل المكونات ما تختلط مع بعض، يبقى قوام ناعم كمان. خلاص كده خلصت. هفضيها بقى في طبق وهشيلها في التلاجة. هنزل عليها بس بحبة بقسماط كده، لا، بقسماط بقدونس، وهعجنهم مع بعض. انا هنا خدت الورق بتاع البقدونس، الجزء اللي الورق، مش واخده العيدان، واقطعهم رفيع كده خالص، واروح اعجنهم معاهم. وبعد كده هدخلها التلاجة حوالي نص ساعة او ساعة. سبتها كده عمال ما اخلص حاجة تانية. انا هنا عملت جنبيها شوية مكرونة بصلصة وشوية بطاطس، ودخلتها هنا التلاجة. خلصت بقى، وهرجع ليها تاني. هصبحها بقى في الصينية. هنا مية البصل حطيت عليها شوية فلفل اسمر وشوية ومعلقتين من الزيت. وانا بصبع بقى هدهنها هبل ايدي بس كده والفها بيها عشان بس تديها لمعة وريحة حلوة. وابدأ بقى اصبحها في الصينية. الصينية انا دهنتها هنا سمنة، معلقة سمنة. وهبدأ بقى اصبحها كلها لحد ما اخلص الكمية. وفي نفس الوقت بدهن ايديا من خليط مية البصل والزيت. وهبدأ بقى اخلص الكمية كلها كده. يا ريت لو وصلتي معايا لحد هنا ما تنسينيش في الشير واللايك والاشتراك في القناة. وانا بلف على هنا عصاية الشيش طاووق، وانا بصبع كده بجزعها بايديا كده بحيث اديها بس رسمة مش اكتر. تغيير كده.
ما شاء الله اللهم بارك. وادتني كمية حلوة. بتلفي بقى الكمية كلها كده عصاية الشيش طاووق كده بحيث تستوي من جوه كمان، تبقى مستوية من جوه ومن بره. ومعلقة البيكنج باودر ده عشان تخليها هشة شوية، يعني ما تبقاش ايه مكتومة كده. ما شاء الله ادتني كمية حلوة. انا هنا شغلت كمان الفرن وسبته، وهحطها في الرف الوسطاني. خلاص كده، خلاص اهي ما شاء الله خلصت الكمية اهي. اخر حاجة، يا ريت لو وصلتي معايا لحد هنا ما تنسونيش في الشير واللايك والاشتراك في القناة. وكل سنة وانتم طيبين حبايبي. خلاص كده انا خلصت. هدخلها بقى الفرن زي ما قلت لكم، انا سايبه الفرن قايد. هدخلها بقى في الرف الوسطاني وهسيبها اهي. اللهم بارك ما شاء الله. شويه بقدونس بقى فوق الوش كده، طعمها وريحتها الله اكبر. اللهم بارك ما شاء الله. ما شاء الله بصوا، طريه وجميله وطعمها حكايه. بألف هنا.